هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 6 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، وضمن برنامج نافذة ثقافية لهذا الأسبوع يستضيف الزميل أحمد شريف الفنان عبد العزيز ميرانت، ويتناول معه مشواره الإبداعي في الأغنية الإريترية الناطقة بلغة التيغرايت. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السلطات في إريتريا تشرع في تأميم المعاهد الدينية والمدارس المسيحية الخاصة. حملات تفتيش واسعة للجيش في ضواحي مدينة صنعاء. تعقد الوضع السياسي لرئيس وزراء بريطانيا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. تفيد مصادر إذاعة أرينا بأن إدارات الأقاليم ووزارة التربية نفذت تهديداتها السابقة بتأميم المعاهد الدينية والمدارس الخاصة التابعة للمساجد والكنائس والجهات الأهلية. وكانت الحكومة قد أنذرت المدارس الخاصة والمعاهد الدينية بأنها وابتداء من العام الدراسي 2019-2020 سوف تقوم بتأميم المدارس الخاصة والمعاهد الدينية وإلحاقها بوزارة التربية. وشملت حملة التأميم مدرسة الجالية العربية في أسمرة ومدرسة إنداء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية والمعاهد الدينية في كل من كرن ودقم حري وبارنتو ومدن أخرى. وكانت الحكومة قد شرعت في سياسة التأميم بمدرسة الضياء الإسلامية في أسمرة، والتي قاوم أعضاء مجلس إدارتها سياسة الحكومة، مما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة واندلاع أول تظاهرة طلابية بعد تحرير البلاد في عام 1991. وتنص سياسة التأميم الحكومي على تتبيع المدارس إلى وزارة التربية في المنهج والتمويل والسيطرة عليها إداريا، بمنع الجهات الأهلية والمؤسسات الدينية من ممارسة أي سيطرة عليها دون إقفالها بشكل مطلق. وقوبلت سياسات التأميم الرسمية للحكومة باستهجان واسع في أوساط الإريتريين خاصة في المهجر. شهدت قرى وضواحي عدلخا وكساد إمبا والقرى المحيطة بمدينة صنعاء حملات تفتيش واسعة قامت بها وحدات من الجيش الإريتري. وقالت مصادر إذاعة أرينا بأن الحملة تواصلت من بيت إلى آخر بحثا عن أشخاص وسلع مهربة عبر الحدود من إثيوبيا، وتم تسجيل بعض السكان وأخذ أرقام هوياتهم حسب ما ذكرت المصادر. وعقب انتهاء حملة التفتيش شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا مفاجئا، حيث ارتفع سعر الخبزة الواحدة إلى 3 نقفات، وارتفع سعر جالون زيت الطعام سعة 5 لترات إلى ما بين 250 و 300 نقفة، بعد أن كان لا يتجاوز سعره 160 نقفة. قالت المصادر بأن هدف التفتيش هو محاولة الحد من تهريب السلع عبر منطقة شمزانا، وبناء على ذلك قامت السلطات بمنع استخدام المواصلات العامة بين كل من صنعاء والسرحة، وسمحت فقط للسيارات المملوكة لشركة البحر الأحمر بالعمل في الخط الذي يربط مدينة صنعاء الجنوبية بالحدود مع إثيوبيا. تعقدت الأوضاع السياسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قيام البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء الماضي بالتصويت ضد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن بلاده سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 من أكتوبر المقبل وبدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. في هذه الأثناء قاد 7 من حزب المحافظين حملة ضد جونسون برفض فكرة الخروج دون اتفاق من ناحية، ورفض دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، والتي رفضها حزب العمال المعارض. وتلقى جونسون صفعة أخرى بعد قيام أخيه بتقديم استقالته من الحكومة يوم الخميس ليعرض الوزير الأول إلى وضع سياسي لم يكن يتوقعه على الإطلاق.
بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل من لندن نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. السلطات في إريتريا تشرع في تعميم المعاهد الدينية والمدارس المسيحية الخاصة. حملة تفتيش واسعة للجيش في ضواحي مدينة صنعاء. تعقد الوضع السياسي لرئيس وزراء بريطانيا. كانت هذه مستمعي ومستمعاتي الأفاضل عناوين النشر التي قدمناها لكم. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرنا الدولية في باريس نلتقيكم سادتي في حلقة من برنامج نافذة ثقافية، فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إرنا. مستمعينا الكرام، مرة ثانية أحييكم باسم كل المستمعين وباسم الثقافة والفن والنغم. حقيقة أنا اليوم سعيد سادتي أن أتحدث لصوت فني متميز، وصوت فني أثبت كفاءته وقدرته وإمكانياته الفنية دون وجود وتوفر أشياء كثيرة من حوله، والناس يعرفونه، ولطالما بحثت وتقفيت أثره حتى نتحدث وإياه، ولكن الظروف لم تسمح بذلك. اليوم وكما يقال رب صدفة خير من ألف وعد، وبالصدفة وأنا أتصفح السوشيال ميديا وجدته، طلبت منه الحديث العفوي بلا ترتيب وبلا عناوين وبلا رتوش، فوافق مشكورا. فهذه المقابلة تأتيكم سادتي عفو الخاطر، ودائما عفو الخاطر هي الحاجات الجميلة، يعني الصدف، وزي ما قال الفنان الشاعر صدفة وأجمل صدفة لاقيتها، إلى آخر ما قال الفنان له الرحمة وللشاعر الرحمة كذلك. أنا أرحب باسمكم جميعا في هذه النافذة، ونطل عليه من مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية. فتفضل يا سيد الكريم في نافذتك الثقافية. شامخة إريتريا الخضراء في اعتزازها تجود لا تبخل في مواسم النداء والفداء. رفرفي راية الكفاح، رفرفي راية الكفاح، بشارة التضامن الموروث بين العامل المبدع والفلاح. شكرا لك سيد الكريم. إنه الفنان الجميل المبدع عبد العزيز مرانت. أنا أشكرك باسم كل المستمعين على هذا المقطع الجميل الأخاذ الفنان عبد العزيز مرانت. نحن سعيدين بلقائنا معك، عفو الخاطر وعفو المقابلات بلا ترتيب وبلا استعدادات، ولكن دائما الأشياء الجميلة لا تحتاج إلى ترتيب. يعني زي ما يقولوا البيت الجميل ده ما عايز له حاجات، يعني تاخد دي في دي وكده بتاع وهنا، لكن البيوت التانية دايرة ترتيب والأشياء. فمرحب بك في إذاعتك، إذاعة إرنا عبد العزيز.
في البدء شكرا أستاذنا الكبير أستاذ أحمد، وأنا سعيد جدا أكون متواجد معك في هذه النافذة، وأنت رجل إعلامي معروف ولك صولات وجولات في هذا الميدان العريض، وسعيد يكون اللقاء في مطلع أيلول وهو شهر الثورة وانطلاقة الكفاح المسلح، والمدخل كان هو احتفالية صغيرة بهذه المناسبة أو الذكرى العزيزة والكبيرة علينا كلنا كإرثيين. وبهذه المناسبة تحية إجلال وصمود وإكبار للقائد الرمز البطل حامد إدريس عباتي وكل الرعيل الأبطال وكل الذين مضوا في هذا الطريق وسجلوا وكتبوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة بطولات وتضحيات، وتركوا لنا إرثا نعتز ونفتخر به للأبد. أنا شاكر تواجدي في هذه النافذة، وكما أسلفت أتت بدون أي سابق موعد أو ترتيب، وفي ظني مثل هذه الأشياء التي تأتي بعفويتها هي أجمل من ما يعد له ويستعد له. جميل. عبد العزيز مرانة الفنان، وأراك متحدثا لبقا، من أين لك هذه اللغة يا أستاذ عبد العزيز مرانة؟ والله هو بلا شك يعني نحن في الوطن تربطنا أو نعشق الثقافة العربية والإسلامية بحكم البيئة، وكلنا في اعتقادي مررنا بخلاوي القرآن، هي المنبع الأول لتعلم اللغة العربية منذ الصغر. كأي إنسان البدايات من الخلوة، وهي التي تعزز في الإنسان التعلق أو حب اللغة العربية. ثم بعد ذلك المراحل. نعم. هل مررت بطريق المعهد؟ لا والله للأسف لم أدرس معهد دين، لكن كانت ما قبل الابتدائية في الخلوة، ومن ثم بالتزامن مع المرحلة الابتدائية أيضا يعني الخلوة حتى الصف الخامس أو السادس. أين؟ في ما بين مدينتي خشم القربة وحلف الجديدة. كنا أنا مواليد حلف الجديدة، وانتقلنا إلى خشم القربة، وكانت هي بين هذه المنطقة. طيب، المرحلة الابتدائية. مرانة، توقفت بعد المرحلة الابتدائية؟ لا، عدت إلى حلفة بحكم أنا مواليد حلفة، وجزء من الأسرة كان موجود هناك. نعم. وأكملت الصف السادس والمرحلة المتوسطة والثانوية في مدينة حلف الجديد. طيب، وتوقفت من الثانوية؟ نعم، أكملت الثانوية، ولسوء الحظ لم أكمل باقي المراحل. طيب، متى توجهت إلى السعودية؟ السعودية قصة يعني. في المحاولة الأولى كانت في نهاية ما بين عام 97 98، وهي قصة مثيرة يعني. كانت عبر الأمواج، وراحلة ذات ألواح ودثر، فرشها السماء، فرشها الماء وغطاؤها السماء، لا يغيها النازل من فوقها ولا الكامل من تحتها، في ظلمات البحر، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها يعني. ولماذا تلك المخاطرة يا سيد مرانة؟ يعني هل هي نزوة شباب؟ يعني لا أبدا. وقتها كنت صغير في العمر، يعني كان عمري لا يتعدى، لم أتجاوز 18 أو 17 تحديدا يعني. فالوالد كان من كوادر اتحاد العمال في جبهة التحرير الإريترية، وكان شخصية معروفة، محمود مرانة نصر الله يرحمه. يمكن الذين يسمعون الاسم يمكن
يعرفونه. رحمة الله عليه. فآخر عهده بالسودان كان في العام 84، والكل يعلم الصدمة التي يعني حصلت بعد دخول الجبهة للسودان، والانكسار الذي لازم الناس وتحديدا الذين كانوا يعولون الآمال العريضة في هذا المشروع الكبير. وبعد هذه الأمور آثر البقاء في المملكة العربية السعودية، والموضوع كان موضوع يعني نفسي بحت يعني أنتوا هاجرتوا كأسرة كاملة؟ لا، هو فقط كان موجود بحكم عمله في مكتب الجبهة في المملكة العربية السعودية، متنقلا بين جدة وخبيث مشيط والمنطقة الشرقية. بالنسبة لك طيب المخاطرة دي كان أسبابها شنو؟ المخاطرة كانت من أجل مقابلة الوالد الذي غاب عنا ما يقارب وقتها كانت الفترة أكثر من 15 تقريبا سنة أو 14 سنة. فكانت المخاطرة من أجل مقابلة الوالد الغائب. وقابلته؟ للأسف لم أتمكن من مقابلته، لأنه كان الرحلة كانت عبر البحر من فرو تحديدا في الساحل الإريتري إلى منطقة ميدي في اليمن، ومن ثم سيرا على الأقدام إلى الحدود السعودية اليمنية أو اليمنية السعودية، مرورا بأكثر من منطقة وصولا إلى منطقة أبو عريش التي يعني مكثت فيها قراءة العام. وكغيري من الذين لا يحملون أوراقا أو مستندات ثبوتية تم ترحيلي إلى السودان بعد عام يعني. هذه كانت المحاولة الأولى. هذه المحاولة الأولى. نعم. أما قدومي رسميا. والوالد رحمه الله توفى في الفترة دي؟ لا، توفى قبل عامين تقريبا. عدت مجددا في العام 2002 والحمد لله يعني قابلته. جلس معي في البيت، أصبحت أب ولي أسرة ومنزل. يا سلام. هو كان في جدة، أنا كنت في الرياض. جلس معي عامين ورجع في 2017 تقريبا. رحمه الله. 2016 الله يرحمه ويحسن إليه. والوالدة أخبار شنو أستاذ مراند؟ الحمد لله طيب الحمد لله. هي في السودان في منطقة خشمة قربة، وأخ الأصغر من عبد العليم، الأصغر من عبد القادر، مقيم في الدوحة بقطر. طيب السيد مراند، من يستمع إليك سيد مراند يعني يحس ويكاد يشعر لمسة الحزن في صوتك وأدائك. في زول قال لك الكلام ده قبل كده؟ والله في ملاحظة من بعض المتابعين أو الذين يعني يتابعون المسيرة. طيب جميل. يعني أنا إحساسي ما الحمد لله يعني قريب إلى الهناية. إلى ماذا ترجع هذا الإحساس أو إحساس الناس، أو وإنت أدائك ذاته فيه جرعة حزن يعني، وجرعة نغمة بتاعت نغمة تأمل مشوبة مغطاة بألوان من الحزن؟ هو يعني للأسف الشديد يعني كمجتمع نحن أو كإريتريين يعني معلوم للجميع إنه دولة في طيلة سنين يعني مضت توالت عليها القوى من البرتغاليين والأتراك والإيطاليين الإنجليز والاستعمار الأثيوبي، وأخيرا مرورا ارفع علينا صوتك شوية أستاذ مراند. أقول لك كما هو معلوم يعني. نعم. إريتريا تعرضت للغزوات المتكررة من قبل المستعمرين، وكان آخرها النظام. فللأسف يعني الإنسان الإريتري لم يهنأ بالحياة التي يعني تمناها أو ينشدها، وكانت أموره كلها مآساة وأحزان وآلام وصراع من أجل البقاء. لربما هي تكون يعني. والله صدقنا أنا لو قلت لك يعني هذا ما توقعته منك، لأنه وعزيز المستمع أنا لم أتشرف أن واجهته وقعدنا فيس تو فيس كده مباشر نونس، حتى في زيارته لإريتريا اللي حنحكي عنها يعني لم أكن سعيدا أن ألتقيه مع الزملاء والرهط الذي تشرف بالاستماع إليه. لكن طبعا هو دائما الإنسان المبدع
هو يحس بما لا يحس به الآخرون، بمعنى يعني كمبدع هو طبعا يعني شايف مأساة ونكبات هذا الشعب منذ أن عرفت كما تفضلت حضرتك أستاذ مرانت. طيب نحن على مشارف الجزء الأول من هذه المقابلة، فكيف وجدت نفسك أنك أقرب إلى الفن قبل أن تحترفه يعني وأنت طفل يعني، متى وكيف؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. هي البدايات كانت من خلال المدرسة، من خلال المناشط الجمعيات الأدبية في السودان. كان في حاجة اسمها الجمعية الأدبية. ما في شيء. كان الجمعيات موزعة: جمعية زراعة، جمعية ثقافة، جمعية أدبية. الناس الرياضات برضو كان عندهم جمعية، فأنا كنت من ضمن الناس اللي كانوا في الجمعية الأدبية. وكان بعد كل فترة وفترة يكون في مناصب في المدرسة، منافسات على مستوى الفصول، نهاية العام الدراسي، بداية العام الدراسي، بعد المناسبات. فكنت أجد نفسي محظوظ في إنه أقوم بعمل ألحان صغيرة للأناشيد في المدرسة. نعم. وكنت محظوظ أيضا، كنت أمتلك مواجهة الجمهور في الشجاعة الأدبية. نعم، الشجاعة الأدبية، وما يطلق عليها شجاعة أدبية. فهي لم تكن يعني متاحة أو ممكن الكثيرين في ذلك الوقت. الواحد أحيانا يخجل أو يخاف أو يرتبك من كونه يضيف قدام الناس وكده. فالحمد لله يعني ما كان عندي أي مشكلة مع التفاصيل دي، وكده لقيت نفسي يعني الموضوع ماشي معاي عادي. جميل. هي طبعا يعني هبة إلهية هذه الشجاعة، ولكن طبعا يتم صقلها وترقيتها وتهذيبها وزيادتها طبعا. لكن برضو هناك من أشار إليك في يوم من الأيام من المعلمين أنه أنت لك علاقة بالفن، لك علاقة بالإبداع. من تذكر من أولئك الأساتذة الذين أشاحوا عليك بذلك ونبهوك مثلا وأنت طفل؟ طبعا والطفل لا يتنبه كثيرا. هو في المرحلة الابتدائية الأمور يعني مرت بالنسق زي ما قلت لك، لكن في المرحلة المتوسطة كنا في مدرسة شكيت في حلفة الجديدة، وأذكر كان في أستاذ عبد الماجد ضفع الله من مدرسين مدرسة شكيت، حفظه الله إذا عايش، وإذا توفي رحمة الله عليه. كان موجود الحمد لله، هو بخير وبصحة يا سلام، نحن من هنا نحييه عزيزي المستمع. تفضل. تحية له من هذا المنبر وكل المدرسين الذين علمونا في هذه الحياة. فهو كان عنده يعني محب للموسيقى والفن، وكان يعزف على آلة الأورج، وكان نشط في وسائل الأدبية والثقافية في المدرسة. فأنا ومعي مجموعة من الطلاب أشار علينا إنه يا أخي لو كونا فرقة صغيرة كده وسميناها سنابل العطاء. سنابل العطاء، أوكي. سنابل العطاء. فكانت هي فكرة الأستاذ عبد الماجد، فقلنا له خلاص ما في أي مشكلة. وبدينا يعني بداية فرقة تتبع لمدرسة، وكنا نشارك في فعاليات المدرسة الأخرى والمناسبة المختلفة في ساعتها كنت تغني شنو أستاذ مران؟ أناشيد بس؟ والله كان أناشيد وطنية. نعم، أناشيد وطنية، أناشيد ثورية. بعدين جات مرحلة الإنغاز وخمونا في موضوع الأناشيد الموجهة كده أذكر لنا هسي واحدة من الأناشيد كنت تميل لها أنت أكثر، ليس من المفروض عليك، لكن كنت بتلقى نفسك مرانة الحقيقية أيا كان. هي دائما يعني بحكم انه الواحد يعني زي ما تقول يعني فاقد شيء، دائما الحاجات اللي بتكون الحماسة ونصرة الحق واسترداد الحقوق والحاجات دي كانت دائما هي تشد الواحد في الأعمال دي. فكان أذكر كان في أماما جنود الفداء
أعد الشباب ليوم الندى. كانت كلمات تقريبا زي كذا. هي الفترة كلمات مين هي؟ والله أنا ما أذكر مين شاعر تحديدا، لكن هي كانت وقتها كانت هي سائدة ومنتهى. كيف كنتوا تأدوها أستاذ مراند؟ هي كانت أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء، أعيدوا إلى الشرق سلطانه، وهبوا ودكوا معاقل جند العدا. أيوة يا سلام. ودكوا معاقل جند العدا. فأنا وقتها يعني وبعدين يغير النغمة يطلع فوق. لا 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 لا، أنا متوقع هكذا. جنود الفداء إلينا ينال النجاة، هتافا جنود الفداء إلينا لنحمل اللواء. كانت على أيوة وتنزل بعدين. جميلة. يعني عزيزي الفاضل المستمع الكريم والفنان المحترم الشاب الواعد والراكز عبد العزيز مراند، أنا يعني سعدت بلقائك، وصدفة أحلى منا ما فيش. شكرا جزيلا لك على تفضلك للحديث للإذاعة، إذاعتك إذاعة إرنا. هذا هو الجزء الأول، وسنلتقيك إن شاء الله في الجزء الثاني. أعزائي المستمعين، كنتم مع الفنان المحترم، الفنان صاحب القضية، والفنان الملتزم، الأخ العزيز عبد العزيز مراند. كان معكم سادتي في هذا اللقاء محدثكم أحمد شريف، وتحايا زملائي في إذاعة إرنا الدولية الزميل فتحي عثمان وبنيام سمعون. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم تذكيرا بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. السلطات في إريتريا تشرع في تأميم المعاهد الدينية والمدارس المسيحية الخاصة. تفيد مصادر إذاعة إرنا بأن إدارات الإقليم ووزارة التربية نفذت تهديداتها السابقة بتأميم المعاهد الدينية والمدارس الخاصة التابعة للمساجد والكنائس والجهات الأهلية. وكانت الحكومة قد أنذرت المدارس الخاصة والمعاهد الدينية بأنها وابتداء من العام الدراسي 2019-2020 سوف تقوم بتأميم المدارس الخاصة والمعاهد الدينية وإلحاقها بوزارة التربية. حملة تفتيش واسعة للجيش في ضواحي مدينة صنعفة. شهدت قرى وضواحي عدي لخا وكساد أنبا والقرى المحيطة بها بمدينة صنعفة حملات تفتيش واسعة قامت بها وحدات من الجيش الإريتري. وقالت مصادر إذاعة إرنا بأن الحملة تواصلت من بيت إلى آخر بحثا عن أشخاص وسلع مهربة عبر الحدود من أثيوبيا، وتم تسجيل بعض السكان وأخذ أرقام هوياتهم حسب ما أفادت بذلك المصادر. تعقد الوضع السياسي لرئيس وزراء بريطانيا. تعقدت الأوضاع السياسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قيام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي بالتصويت ضد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل ختام برنامجنا أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. لكم مني محدثكم فتحي عثمان وزميلي أحمد شريف، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.